كريم اول ما بدأ ما كانش ابلكيشن اصلا، ايوه لانه كان مكتب ليموزين بيساعد المسافرين اللي رايحين الخليج، اللي كان معظمهم رجال اعمال رايحين يعملوا بزنس ميتنج. زمان قبل السمارت فون عشان تطلب عربيه من المطار كان لازم تكون تعرف حد يعرف حد عنده عربيه، والشخص ده عادي قوي ما يكونش عارف انت رايح فين او ما يكونش حتى بيتكلم لغتك. الموضوع من اوله لاخره كان ملعبك ومش مظبوط. ومن هنا كريم ابتدت. في الاول قدروا يمشوها بالتليفون لمده كام سنه، يعني واحد بياخد الريكوست بتاعك ويتصل بالسواق ويوجهه بالجي بي اس، لحد ما اتطوروا شويه وعملوا اول تطبيق ليه، وفعلا قدروا يعملوا نجاح مش طبيعي في الشرق الاوسط. وكمان قدروا يغلبوا اول واقوى منافس ليهم في السوق اوبر، وده بسبب معرفتهم لثقافه العرب وانهم سبقوهم في سوق كان فعلا محتاج الخدمه دي. وفي 2019 اوبر اشترت كريم ب 3 مليار دولار. لو عايزين تعرفوا اكتر عن قصص زي دي كل ده هنتكلم عنه في سلسله ستارت ابس بالعربي. ثانك يو.